السلام عليكم محمد، كنت احمد كلاش. انا مش اللايك الاشراف قناه الله. خلونا نبدا. طيب يا جدعان، معانا ان شاء الله النهارده هيبقى فيديو مميز جدا لاي حد معاه تاون هول 5، وحتى ممكن تنفع مع تاون هول 6، بس يعني هقول لكم هتنفع ازاي. ففيديو النهارده هقول لكم على استراتيجيه تقدروا تمسحوا بيها اي تاون هول 5 وفيما تحت، وحتى تقدروا تمسحوا تاون هول 6. بس برضه هقول لكم على شويه حاجات لو عايزين تمسحوا تاون هول 6. فبس قبل ما نبدا حابب اوريكم اللي حصل في قريه طريق التاون 16. زي ما انتم شايفين عندنا الويزر تاور ماكس، وعندنا الارشر تاور بطورهم ليفل 5 باذن الله يخلصوا، واخش زي ما انتم شايفين عنده المدفع ده ليفل 6 ماكس باذن الله. بس ابراج الارشر تخلص هو راح جاي مطور المدفع ده ماكس، وهبدا بقى اطور في المخازن اوصلهم ماكس ليفل 10 تقريبا. وبعديها ابدا بقى اخش على الدفاعات اللي هو الدفاعات دي وامكسها وخلاص، وبعدين نخش على المستخرجات ونخلص تاون هول. يعني يا تاون هول 5 مش كبيرة اوي يعني، فاهم؟ ف زي ما شايفين دي اخر التطورات. وبرضه عندكم القرية الليلية خلاص ماكس، وبطور على التاون هول 4، وبإذن الله تنزل لكم بكرة حلقة مميزة، حلقة خاصة للتاون هول 4. هنشوفوا القرية بتتطور، وبإذن الله هننزل الحاجات الجديدة وكده يعني، وأوريكم برضه استراتيجية تهجموا بيها على أي تاون هول 4. تمام. فزي ما شفتوا بقى التطورات، وآخر حاجة خلينا بقى نخش على الاستراتيجية. وهي يا جدعان انت بتجيب 20 بالون، 7 ويزرد و7 ارشر. 20 باي انت ممكن اصلا ال7 ويزرد دول تشيلهم وتجيب مكانهم بالونات، بس انت يعني محتاج مثلا، لان دلوقتي هتلاقي دعم في الاغلب، هتلاقي معظم الناس معاها دعم، فانت محتاج ويزرد. وحتى زي ما انتم شايفين الدعم عندي في ويزرد، يعني معايا 10 ويزرد ليفل 2 وليفل 5. وبرضه الويزرد والارشر حتى لو مفيش دعم هينفعوك في التنظيف وكده. فانتوا شايفين الاستراتيجية 20 بالون، 7 ويزرد، 7 ارشر. ودلوقتي هوريكم. وطبعا الاتنين برق دول يا جدعان مهمين جدا جدا جدا. وطبعا زي ما انتم عارفين ان الجندي اللي هو كان هالاند اتشال، لان الحدث اتشال خلاص، فالجنود دي اتشالت، فبالتالي غيرنا الاستراتيجية. وباذن الله اخش اجربها معاكم دلوقتي. انا هجيب لها هجمتين 3 كده واوريكم. المشكله بقى ان انا يعني معايا المخازن فولو هنا لما بكسب مليون 200 الف، يعني في مليون 200 الف راح عليا، بس مش مهم فداكم. فخلينا ندور والله باذن الله خصم كويس. اوكي حلو ده والله. تاون هول 5 ماكس تقريبا، الدعم مش وحش. يلا عندنا في الدعم ويزرد صح والله. يلا بص، احنا اول حاجه هنعملها ماشي، يلا بينا. او لا استنى، ده تاون هول 6. لا لا بلاش، كويس انا لاحظت الاير سويبر والاير ديفنس التاني، افتكرت تاون هول 5 طلع تاون هول 6. تاون هول 5 برضه، بس الاير ديفنس مش احسن حاجه فايه. يعني بصراحه مش عايز اخاطر خالص، يعني عايز احكي مع ناس، لان انا مش عايز اخسر كوسي بصراحه. يعني انا عايز على قد ما اقدر ان انا اجمع عدد كوس كبير، لان انا كنت واصل ل 1123 كاس، ومره واحده نزلت ل 900 وشويه بسبب، يعني انا لما باجي اهجم زي ما انتم شايفين 10 كؤوس، لما حد بيهجم عليا بياخدوا بالحاجه و30 كاس. دي حاجه تضايق بصراحه. يعني تخيل انت تقعد عشان تجيب بالحاجه و30 كاس دول، تقعد لك 3 4 5 هجمات، واحد من هجمه واحده يضيع مجهودك كله. فيعني وده اللي بيحصل، انت بتهجم كتير الدرع بيروح، فبالتالي الناس بتهجم عليك. يعني بصراحة حاجة سيئة بصراحة شوية في كلاش، في كلاش. بس عايزين نلاقي قرية يعني تاون هول 5 ممكن تبقى ماكس. زي ما تكون حاجة وحشة في كلاش اوف كلانز، ان انت بتهجم كتير وتتعب، وفي الاخر يجي واحد يضيع تعبك كله في هجمة واحدة. عنده الماينكرافت صح؟ مش دي بتاعت ماينكرافت او البكسلات تقريبا. تاون هول 6 ده ملناش دعوة بيه. تاون هول 4 يا كفرة، ولا تاون هول 3 ده مش عارف. ده تاون هول 5 على الله ده. يعني خلي بالكوا دفاعته ماكس، بس السور بتاعه مش مطور، فانت تحس ان هو سهل، انما هو في يعني هو كان تاون هول 5 ومكس الدفاعات. ده شايف تاون هول 4. لا 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 برضه. الله اكبر، ده 31 كاس ومعاه، بس ممكن ما نمسحوش ده بصراحة. نخاطر والله، نخاطر، انا ما عنديش مشكلة. عنده 2 اير ديفense بس ليفلات 1. هي مخاطرة بس انا هخاطرها بصراحة. هننزل على الاير ديفنس، ربي يكسر مكسرش ماشي.
بص بقى، حاجة انا اعملها، اروح جاي منزل الدعم بتاعي عشان انا عايزهم يفضوا لي المكان ده. تمام، هنزل لهم بالدعم بتاعي وهنزل لهم بالويزرد كام ارشر، بحس بس ان انا عايزهم يفضوا لي المكان ده والمدافع عشان اخش على طول. اوه، قنابل شالت الويزرد. يعني برضه مهم انت يبقى معاك في الدعم ويزرد عشان يفيدوك في حاجه زي دي في التنظيف. زي ما انتم شايفين هيخش على برج الارشر وبعديها هيخش على الدفاعات بقى. زي ما انتم شايفين هيخش على الدفاعات وتسيب معاك برضه احتياط، يعني فاهم. وزي ما شايفين في اصلا في 4 يروحوا على الويزرد تاور. فزي ما شايفين الحمد لله مسح، وجبنا حاجة 31 كاس بسهولة بصراحة. اوه، كان ممكن يدمرنا القنابل. عارفين دلوقتي يا جدعان لو طلعت قنبلة هنشيل، حرفيا هنشيل. الحمد لله مسح، والحمد لله ده تقريبا اول واحد في حياتي من ساعة ما بدأت القرية الاقي معاه حاجة و30 كاس، لان هو معدي برضو ال1000 كاس، فكويس يعني الحمد لله. خاطرنا والمخاطر نفعت وجبنا ال31 كاس. برضه زي ما انت شايف يعني الدعم والويزرد اللي كانوا معايا فادوني جدا، لان هما فضولي المكان ده. يعني لو كنت نزلت بيانات كانوا لسه يروحوا المدافع ويروحوا على الارشر تاور اللي على اليمين والشمال، وعقبال ما يروحوا يبقى تقريبا كمان القنابل هتطلع، فما كناش هنمسح. فاهمين؟ فانت مهم يبقى معاك قوات تنظف بيهم المكان زي ما انا عملت عشان تقدر تخش على الاير ديفنس على طول. فزي ما شايفين مسح مفيش اسهل منه، 31 كاس، فحاجه جامده جدا بصراحه. زي ما نشوف الاستراتيجيه كمان، هجمنا على تاون هول 6 بس مش ماكس. يعني تاون هول 6 مش ماكس، يعني تاون هول 6 على الله بصراحه، يعني ضرب الجيش بس. خلينا برضو ان نخش هجمه تانية، نحاول بقى ندور على تاون هول 5 ماكس عشان اوريكم الاستراتيجيه بتنفع فعلا. تاون هول 6 لا، نبعد عن دفعاته ماكس، وتاون هول 6 فصعب نمسح. عايزين تاون هول 5 ماكس. ده تاون هول بتطور يا كافر تاون هول 7 وانت مش بتطور حاجه. يعني بجد يعني الناس اللي بتطور التاون هول من غير ما تمكس يعني مش بحبهم. يعني لا خالص، مش بينزلوا لي من زور بصراحه. ده تاون هول 5 ماكس وكويس جدا. امم خاطر مشكلة مش معانا دعم، يعني معايا دعم كنت خاطرت بصراحة، انما انا مش عايز اخاطر بحاجة و30 كاس بصراحة. يعني ما عنديش اي استعداد ان انا اخسر كؤوس خالص. يعني انا هحاول ارفع على 1250 كاس، هحاول ارفع على 1500 كاس، 1600 كاس، او حتى احاول اوصل 2000 كاس في تاون هول 5. مع انها تبقى صعبة، يعني من اول تاون هول 6 الموضوع هيبقى اسهل شوية، لان انت هيبقى معاك بقى اللي هي تعويذة اللي هي اللي بتعالج العلاج، اللي هي التعويذة الصفرا اللي بتعالج، فتبقى اسهل تنزلها على البالونات وهم يتعالجوا لوحدهم. 14 كاس. والله انا عايز اكمل بس يعني انا عايز الاقي قرية حتى لو مفيهاش كؤوس يبقى تاون هول 5. تاون هول 5 مشكلة. انا بجد مش عايز اخاطر، مش عايز اخاطر باي طريقة من الطرق، من اي شكل من الاشكال، مش عايز اخاطر. لا برضه اصل انا دول مش عايز اخاطر، ما كده مش هلاقي قرية عدلة اقدر اهجم عليها. فاهمين؟ الصراحة بس انت تخسر حاجة و30 كاس عشان يعني حاجة مش مستاهلة ان انت تخسر عشانها. يعني دي تقدر تقول ممكن تهجم عليها بصراحة. اوكي، احنا دخلنا من كده. لو خسرت هخسر 35 كاس بحالهم. صعب اوي دي. بص خلينا نخش وخلاص بقى، يعني مش فارقة. ماشي، البرق نزل. بص انا هنزل آه... انا عايز الويزرد يخشوا يدمروا الحاجات دي، عايزهم يخشوا يدمروا الاير ديفنس بصراحة. هما لو قدروا يدمروا الاير ديفنس تبقى حاجة جامدة جدا. الله، خشوا شيلوه شيلوه، حلوة حلوة. شيلوه بقى شيلوه بقى. ما شيلوش ماشي، مش فارقة. عموما هننزل بالبالونات بتاعتنا، هننزل برضه حبة هنا وحبة هنا. عموما لما شيل الاير ديفنس وطبعا شايل بالونات كتير جدا مننا وهيخش على المدافع، برج الورزة ده اللي هيدمرنا بصراحة. مش كده، عايزهم يخشوا عليه على طول. كويس، دخلوا عليه اعتقد مسح. مسح تمام. كويس ان احنا خاطرنا، يعني خاطرنا وجابت بفايدة بصراحة. اوبا، الارشر طبعا ده ما اتدمرش بس هيتدمر يعني.
ده لو كان اتدمر كان ريحنا كتير بصراحة. طبعا صعب في الاغلب مش هنمسح لان احنا مش معانا قوات تنظف، والبالونات لوحدها مش كفاية، فاهمين؟ يعني خلاص احنا دمرنا، فاضل 3 بالونات بس، فاحنا مش هنمسح خالص، مستحيل نمسح تقريبا. بس عموما يعني لو انا ما كنتش نزلت الويزرد كان ممكن نمسح، لان انا كنت انزل الويزرد ينضفوا المكان ده كله عند المناجم هنا كده، فكان ممكن نمسح. بس عادي يعني مش فارقه كده كده. المهم يعني ان انا وريت لكم الاستراتيجيه تقدر تمسح بيها تاون هول 5 وحتى تاون هول 6، بس لازم تستخدم الذكاء. يبقى معاك الويزرد زي هجمه زي دي، تحاول يبقى معاك دعم ويزرد او دعم بحيث ان انت تقدر، دعم ارضي تقدر تدمر بيه الاير ديفense زي اللي عملته ده. انت تنزل مثلا ويزرد تدمر الصف ده وتخش على الاير ديفense تدمره، فده كده ضمنت انت هتمسح القرية بسهولة يعني. انا مستحيل نمسح، يعني حرفيا مستحيل. اصلا معوش موارد حتى، وحتى المستخرجات بتاعته ليفلاتها تعبانة، وبصوا وبيخشش القرية وعلى الله، بص على الله على الله يعني. ده كان تونل 5 ولا 6 انا مش فاكر، بس تونل 5 صح. كده كده مستحيل نمسح، مستحيل. يعني حتى لو كان معايا مثلا 10 بالونات كان ماشي، انما انت بتتكلم 3 بس، يعني فاضل 30 ثانية. والله خلينا اطلع يعني مش فارقة بصراحة، خدت 4 كؤوس من 6 كويسين يعني. المهم يعني ان انا وريت لكم الاستراتيجية بتنفع فعلا، تقدر تهجم بيها على تاون هول 5 وتاون هول 6، بس لازم تبقى عندك ذكاء شوية، تنزل بدعم، يبقى معاك دعم، يبقى معاك قوات برضو زي ما انتم شايفين، بحيث ان انت تقدر لو الاير ديفينس تقدر تجيبه هاته. يعني مثلا تصميم زي بتاعي ده لا، صعب ان انت بقوات ارضيه تجيب الاير ديفينس بتاعي، فاهمين قصدي؟ انما انت زي القريه اللي انا لسه هاجم عليها دي لا، تقدر تنزل بالويزرد. يعني لو كان معايا دعم كنت هشيل اير ديفينس وكانت القريه هتبقى اسهل وكنت همسح، انما عشان انا مش معايا دعم فما قدرتش امسح. فعموما هي دي الاستراتيجيه، اتمنى انها تنفعكوا. وخليك فاكر برضو لازم تحاول على قد ما تقدر تدمر الاير ديفense عشان تبقى القرية اسهل بكتير وتمسح، ولازم يبقى معاك قوات تنظف بيها. فانت هتستخدم الاستراتيجية، ومع الوقت هتتعلم وهتتعود ازاي تهجم بيها، وخلاص بقى تبقى الموضوع سهل بالنسبة لك، وهتقدر تمسح بيها اي تاون هول 5. فبس بإذن الله بكرة تنزل لكم حلقة، احتمال كبير او مش احتمال كبير، هي بكرة تنزل لكم حلقة عن التاون هول، عن القرية الليلية، وهننزل الدفاعات مع بعض، هننزل حاجات مع بعض، وهنهجم كام هجمة كده. ننزل شايفين انا كؤوسي كنت وصلت 1200 ونزلت 1127، لان انا اللي بلاقيهم بيبقوا تاون هول 5 تاون هول 4 وانا تاون هول 3، يعني مش في تكافؤ قوي بصراحة. بس يعني اتمنى الاستراتيجية تكون نفعتكم. إيه لو نفعتكم اتمنى مش تنسوا اللايك واشتراك في القناة، واشوفكم على خير فيديو جاي، يلا مع السلامة.